السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في لاشين ديالنا على اليوتيوب قصص بليس 18. صوبت هاد لاشين باش نبقاو نديرو فيها قصص، نبقاو نلوحوهم في لاشين ديالنا. شفت بزاف ديال الناس ما كيقدروش يقراو القصص، كتجيهم طويله. من الاحسن نبقى نقولها ندير فيديو ونبقى نلوحها في لاشين ديالي. غنبداو اليوم واحد القصه ديال الحلوى وليد الشيبي. هي فيها 20 جزء، ولكن انا غندير لكم جوج اجزاء في الفيديو غنقولهم عليكم. وهذه اول قصه غنبدا في لاشين ديالي، كنتمنى تفاعلوا معها وتلقى الاعجاب ديالكم. هي قصه ديال الحلوى وليد الشيبي، وغنبداو على بركه الله. أنا سميتي زياد، كنقرا في الليسي أولى باك. القصة بدات ملي كنا قارين واحد الساعة من حوسة عند العربية. كنا كنقراو عادي كوانين اللون مع الدراري، كنديرو الأصوات كنشوشو على الطاس. شوية دق الحارس العام، أنا تخلعت ماكنتش طايفت مع السيونس البارح. قلت ياكم ما يكون كتب بيت قرار. قالت لي أستاذ ادخل. هو يدخل، ودخلت مع واحد البنت لابسة الشيبي. منعوش لك جيت هو يقول لي انا هادي نجلاء بنت جديدة عندكم في القسم، وانا نغوت من اللور. قلت مرحبا بك انا جلاء، هي هاديك. هو يقول لي الحارس العام زياد بغا ما بغاش دير عقلك، باكم ديما كنت مضروب تقاري نطيح في المدرسة وانا نبقى متمر فيه. هي هاديك خرج وريحت نجلاء في واحد الصف اللي حدايا. هي هاديك نزلت في الطاولة الرابعة، هي آخر واحد البنت. عشان نبداو كيديرو الأصوات وهي الدور جاتنا نجلاء تشوف شكون كيدير هادشي باش ندير فيهم قوول زعما. قلت لهم ريحوا هاد الدراري، وانا نوض جيت مورا نجلاء، وهاديك البنت اللي حداها ما كنحملهاش. هي هاديك حصة كاملة وانا ملبدها كنشوف لها في شعرها وخداها، وديك البنت اللي حداها حاضياني ما قالت لي والو حاجة، اللي قالت لي شي حاجة عارفة انا نقودها معاها. شوية صوناج وانا كنت جامع ادب. ميت خارج وصلت حدا الباب وانا ندور، بنت لي هذيك البنت كتقول لي نجلق شي حاجة. المهم ما تسوقش، قلت شي حاجة خربيقة. خرج بقيت كنتسنى العشرين عند الباب ويجب لي نجلق خارج. مشيت عندها قلت لها السلام. قلت لي السلام. قلت لها واش انتي الدري لي يلاه جات جديدة؟ قلت لي رلاحت كيفاش كنتي حاضينا عند العربية. ديك الساعة معرفش من قلت تزعزعت، عرفت بلي قالتها لها البنت، وانا نقول لها لا راه عندي مشاكل مع الدار بسبب الشغف في المدرسة، وراني كنت غير ساهي جيتك. ويش تقول لي اوكي عندي من داخلين دابا. قلت لها عندنا ساعة ديال الفرنسا. ويش تقول لي اين قاعة؟ ويش تقول لي اين قاعة؟ قلت لها القاعة 6. قلت لي اوكي، وانا نقول لها ما عرفتينيش براسك. ويش تقول لي انا نجلاء يلا تحولنا هنا جينا من الرباط. وانا نقول لها انا سميتي زياد. قلت لي متشرفين. هي هاديك جريت معها القاعة ديال الفرنسي. هي هاديك ريحت في الكوان اللون مع الدراري، وانا جلعت طريحت في الطاولة. 5 في السبت اللي جيت الباب شوية وجيت هاديك اللي مكنحملهاش سميتها أميمة ريحت حداها. كما العادة العشرة بقاو كيديرو الصداع والبلبالة في القسم، وانا ملبدها. شوية عطاتنا أستاذ واحد التمرين نجلا أنا تخدمات، وكانت السبورة عامرة خصها تكتب لتحت ويتكوز. رجع على الطرف عندها الدراري ديال القسم كلهم كيزوميو. ملي كانت راجعة الدري اللي جالس قدامها قال لها طارف هداك عندي. وهي تضحك وجلست وانا مرضيش وانا نقص. قلت ليه غتقول غنوض نحو امك. هو يدور واش راني بداو شادين فيا صافي طيحاتك. من ديك اللحظة ديك أميمة ما عرفت شنو كتعاود الأسماء. من ديك اللحظة ديك أميمة ما عرفت شنو كتعاود نجلاء. هي ديك صونات. أنا خرجت ما تسنيتش حد، خفتهم يبقاو شادين فيا. مع الخرجة من المدرسة تلاقيت عشيري سفيان
بحال خويا موطور. ركبت معاه مشينا للحومة، طوينا شوية وطلعت للدار، دخلت شعلت الويفي، هزيت التليفون، فرشت ميغ عليه ودخلت الطواليت، لخت الحنش. هذاك الطرف ديال النجلاء عشية مشيت لليستي، كان عندي ساعتين ديال الماط. الأستاذ غليظ مكنحملهاش، غادي طالع في الدروج لقيت نجلاء، قلت لها السلام، شافت بيا وزاد، خلاتني كندوي مع راسي، صدمت فهمت شقلب يتبع. إلا عجبتك القصة متنساش تابونا معنا في لاشين وترجم الفيديو باش يوصلوك الحلقات الجداد ديالنا. وتهلاو في راسكم.